السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو وانتم في اتم الصحه والعافيه. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي قصه جديده. قصه اليوم غنهضر فيها على اخيب جوج حوايج ممكن الانسان يتعرض ليهم واللي بسببهم تقدر حياته الله يلطف بينا وبكم تدمر وتخرب، وهذا الشيء كامل غير بسبب انك تقدر او لا تقدري تكوني بارة بوالديك وعايشه حياه زوينه مع راجلك ووليداتك. يجي واحد حاقد على الدنيا يحسدك ويقلب لك حياتك سفاها على علاها. المهم بلا ما نطول عليكم في المقدمه، ديروا لايك لا فيديو ويلا نبداو على بركه الله. قضيه اليوم غتدينا لعام 2006 واللي فيه غتبدل حياة هاد الأسرة، ولكن حنا غنهضروا على قبل هاد السنة شنو وقع وكيفاش هاد الناس كانوا عايشين حياتهم حتى تقلبات ليهم. المهم القضية ديال اليوم غتدينا لليمن، عند واحد الأسرة بسيطة كتكون من 10 ديال الأفراد، الأب حسن والأم فاطمة و8 ديال الوليدات، 5 منهم ذكور و3 منهم بنات، عايشين حياة كلها هدوء وسعادة بفضل الأب والأم اللي أقل حاجة ممكن نقوله في حقهم هي أنهم نعم الزوج الصالح والزوجة الصالحة. فاطمة ربت بيت وحسن كيخدم في مجال البناء وكيضرب تمارة ديال بصح على وليداته باش يوكلهم طرفة الخبز حلالا طيبة، وكان دائما كيحاول ما ينقص عليهم حتى شي حاجة على حساب المستطاع ديالو. يعني حضروا الفلوس كيخسرهم على وليداته، ما حضروش كيفوض امره لله. المهم هو كان انسان سخي على دارو وماشي من داك النوع البخيل اللي الرزق عنده وهو حارم مراته وولاده وحتى من كرشهم مجوعهم فيها. داكشي علاش الله سبحانه وتعالى رزقه بواحد الزوجه من اطيب خلق الله، صابره معاه على الحلوه والمره وعايشه بداكشي اللي قسم الله. هاد فاطمه كانوا عندها بزاف ديال البنات خواتاتها مزوجين في مدن بعاد عليها، وواحد اختها سميتها تهاني مزوجه ووليداتها وفي نفس المنطقه اللي كتسكن فيها، وعندها اخوها واحد مهاجر للسعوديه وخدام تما، ووالديها ناس كبار في السن عايشين بوحدهم في واحد الدار اللي كانت قريبه لدار راجلها بزاف. وهذا القرب في المسافه هو اللي سمح لفاطمه تقوم بوالديها وتقابلهم في اي حاجه يحتاجوها. غير كتفيق كتمشي عندهم تخمل تصبن تسخر طيب ليهم ماكلة النهار كامل وترجع بحالها لدارها. دازت السنين وبنات فاطمة ب3 كبروا ولاو قادين على المسؤولية ديال الدار، إلا وحدة فيهم اللي كانت باقا صغيرة ويلا عندها 14 عام، ما كيخليوهم دير حتى شي حاجة، بركة عليها غير تقابل والديها اللي محتاجين ليها. وبقاو مستمرين على هاد الحال حتى غيجي واحد النهار يتبدل فيه كل شيء. الأب ديال فاطمة مرض مرضى خايبة وشد بيها الفراش وما بقاش كينوض ولا كيتحرك من بلاصتو، وحيت ما حتى هي كانت مسكينه مرا كبيره في السن ما قدرتش تقابله، لانكم عارفين الله يحسن العوان اللي كيكون عنده المريض في الدار كيحتاج واحد الجهد كبير وواحد القوه باش يقوم به. هادشي اللي غادي يخلي فاطمه تمشي لعند حسن وتطلبه باش يخليها تمشي تجلس مع والديها واحد الفتره تقابلهم حتى يحن الله ويدير لهم خير وترجع داك الساعه لدارها. وحيت حسن كان راجل طيب وولد الناس ما عرضش مرته وقال ليها بالعكس غير سيري جلسي عند والديك وقابليهم، وانا ما تبقيش هزه ليا الهم، ها بناتي تبارك الله كبروا وهما يشقاو ويطيبوا ليا ولخوتهم. وفعلا داكشي اللي كاين، فاطمه جمعت حويجاتها ومشات للدار عند والديها ووصات بناتها يردوا بالهم من باهم ويتهلاو فيه، وكانت كل يومين او 3 ايام كتجي تطلع عليهم تبات عندهم وترجع الغد ليه عند والديها. وكانوا شي بعض المرات كيجي عندها راجلها وولادها يطلعوا عليها في دار جدهم ويباتوا معاهم حتى الغد ليه ويمشيو. واستمروا على هذا الحال مده ديال 3 سنين كامله، حتى النهار اللي الاب ديال فاطمه غيتزاد عليه الحال بزاف وغيتوفى مسكين، وغتبقى غير فاطمه وامها بوحديتهم في الدار. داكشي علاش غتحاول تقنع الام ديالها تمشي تعيش معاها في دار راجلها ووسط وليداتها، وهكا تكون راده البال لاسرتها وفي نفس الوقت مقابلها حتى هي. وللاسف هاد محاوله الاقناع ما جابتش نتيجه مع امها اللي فضلت انها تبقى عايشه في دارها اللي دوزات فيها عمرها كامل حتى يدي الله امانته. وفي بلاصه ما فاطمه ترجع عند ولادها عاودت طلبات من حسن يخليها عايشه مع امها ومقابلاها، واللي بالدور ديالو ما ترددش ولا لحظه يمنعها على امها ووافق انها تبقى معاها، ورجعوا لنفس الروتين اللي كانوا غاديين عليه ملي كان باها باقي حي، مره هي تمشي عندهم مره هما اللي يجيو يباتوا معاها. اما بالنسبه لمصروف فاطمه وامها
كان مكلف به خوها اللي في السعودية. اي حاجه احتاجتها الام ديالو وجميع سبل الراحه موفرهم ليها، وكان كل شهر كيرسل لفاطمه ماندا على قدها بلا ما يتحاسب معاها على حتى الريال فين دارته او لا فين صرفاته، لانه كيثيق فيها بزايد. يعني واخا تشات شي حاجه من المصروف ديال الدار ودويات الام ديالها كيقول لها هذيك ديالك، بركه غير مقابله لينا منا وسامحه في دارك وفي وليداتك على قبلها. وهادشي اللي خلى الحقد والحسد يعمي قلوب خواتات فاطمه. علاش خوهم يرسل ليها هي المصروف وما يرسلش ليهم هما يتكلفوا مصاريف الام ديالهم واخا بعادين عليها؟ وكيفاش كانوا غادي يديروا ليها الله اعلم. وبطبيعه الحال فاطمه وصلتها الهضره وبدات كتقنع في خواتاتها باللي خوهم ما قاصد والو بهذا التصرف، كيرسل ليها الفلوس غير حيت هي اللي جالسه مع امها. والا شي نهار شي وحده فيهم تنازلات على دارها وولادها كيف دارت حتى هي وتجي تقابل امها، اكيد المصروف غيتحيد ليها وتشدوا اللي غادي تقابل امهم. وهكا كلام فاطمه ريح شي وحدين من خواتاتها وخلاهم يفكروا بعقلهم ويقتنعوا باللي تفكيرهم كان غلط في غلط، وغير غلطوا في حق خوهم واختهم، وخاص يحمدوا الله ويشكروه اللي لقاو بحال هاد الاخت سامحه في دارها على قبل رضا الوالدين. الا تهاني ما غيعجبهاش الحال، وداك الهضره ما دخلتش ليها لراسها اصلا، لدرجه انه في واحد النهار غتمشي للدار عند امها وغتلقاها جالسه هي واختها فاطمه، غتسلم عليهم وغتقول لاختها فاطمه باش تخليها هي وامها الراس في الراس حيت بغات تهضر معاها في شي موضوع كيخصهم. وفاطمه بطبيعه الحال خرجت من البيت، سدات وراها الباب وخلاتهم على راحتهم. وبمجرد ما تهاني انفردت بالام ديالها الراس في الراس، اول حاجه غتقول ليها هي علاش خويا كيصيفط الشهريه لفاطمه وحنا ما كيرسل لينا حتى ريال، وعلاش كتشري ليها اللي بغات ومبرعاها هي ولادها كادويات وحنا لا، باش هي حسن منا. امها غتجاوبها وتقول ليها باللي حرام عليها تقول هادشي على اختها، حيت الوقيته اللي كانت كل وحده فيهم مقابله ولادها وراجلها هي سمحت فيهم على قبل رضا الوالدين وما عمرها عيات ولا قنطات لمده 3 سنين كامله. وزادت قالت ليها باللي هي بالضبط ما عندهاش الحق تقول حتى كلمه، حيت ساكنه غير حداها وكتطلع عليها من الشهر للشهر. ولكن اللي كان واضح وباين تهاني قلبها معمر من جهه امها واختها ديال بصح، لدرجه انها ولات كتغوت على امها بالجهد وكتسمع الهضره لاختها فاطمه اللي كانت جالسه برا ومخلياهم على راحتهم. ولكن ملي كتر الغوات فاطمه اضطرت تدخل عليهم وتشوف شنو هو المشكل، وغير جات عينيها في عين اختها بدات كتسب فيها مباشره وبلا حشمه بلا حياه. جواب فاطمه كان ديال مرا بعقلها وعارفه شنو كدير، بدات كتكالمي في اختها وكتقول لها صلي على النبي ونعلي الشيطان وخلينا نتفاهموا غير بالعقل بلا ما يسيقوا لينا الجيران الخبار. وتهاني عاد ما زايده فيه ولا حياه لمن تنادي، شركات اختها وامها بالهضره اللي ما كتسواش، وهادشي اللي غادي يخلي الام تجري عليها وتقول لها خرجي عليا واخر مره باقا تجي عندي لداري. وهكا غيكون تطفى شويه الغضب وبنادم بدل ساعه بخرى. ولكن الغريب في الامر الغد ليه على الصباح تهاني رجعت لدار امها وتصالحات معاهم بحال ماشي هي اللي يلاه البارح كانت محيحه وحاقده عليهم. وفي نفس النهار صونات على خوها اللي في السعوديه وبقات كتدي وتجيب معاه في الهضره حتى لقات الفرصه المناسبه وطلباتو باش يلقى ليها خدمه لولدها اللي كان داك الساعه في العشرينات من العمر ديالو. فعلا خوها قبل وقال ليها صافي اختي كوني هانيه، انا غنرد بالي وإلا شفت شي واحد محتاج شي خدام غنقولها ليك. ودازت الايام بخير وعلى خير والدنيا هانيه وما كاين حتى شي مشكل، حتى النهار اللي تهاني غتسمع واحد الخبار شويه وما تسطيها في راسها. ولد اختها فاطمه الكبير واللي كان سميتو عبد العزيز غيمشي يخدم في السعوديه. وشكون اللي دبر ليه على خدمه؟ كنظن غتكونوا عرفتوا شكون، خوها اللي لقى ليه عقد عمل. ولكم ان تتخيلوا تهاني كيفاش غتولي حالتها مسكينه بكثره الحقد اللي معمر قلبها. هي غير الفلوس وشوف شنو دارت عليهم، ما بقى عاد خوها اللي فضل ولد اختها على ولدها. المهم عبد العزيز فعلا مشى للسعوديه عند خالو ولقاه مدبر ليه على خدمه زوينه وقريبه ليه، وسكنوا معاه في الدار ديالو وكان مهلي فيه بزاف ودايرو في عينيه. وهاد الخبار كانت مره كتوصل لتهاني اللي كتمثل عليهم دور البريئه،
ودايره راسها فرحانه ليهم، وهي في الواقع قلبها كيغلي من الداخل. وللاسف وصل بها الجهل لواحد الدرجه اللي تعماو ليها العينين، ولات كتشوف باللي هي ولادها ضايعين في هاد الدنيا وما عندهمش الزهر بحال كاع الاسر والوليدات. والحل الانسب اللي لقات لمشكلتها هو السحر والشعوذه اللي دخلت للعالم ديالهم غير باش توصل لداك الشيء اللي بغات، وبلا ما تفكر في العواقب الوخيمه ديال هاد الطريق لا في الدنيا ولا في يوم الحساب. ولات كتمشي عند المشعوذين بزاف وتصاحب مع العيالات اللي حتى هما متبعين نفس طريقها، تستافد من هادي ومن تجربه هادي وتبقى تطبق وتجرب في راسها وفي ولادها. وبكثره ما كانت حمقانه على هاد المجال هي براسها ولات مشعوذه وشوافه، وولاو العيالات دايرين عليها الصف باش يسحروا ويوصلوا لمبتغاهم. ومن اشهر انواع السحر اللي كانت معروفه به في الوسط ديالها هو سحر التفرقه بين العائلات والرجل ومرته، والسحر المأكول اللي معروف بالتوكال. وارى هنا الهضره اللي وصلت لفاطمه اخت تهاني باللي اختها ولات شوافه وكتمتهن السحر، وبحكم ان فاطمه كانت امراه متقيه الله غتقرر باش تقطع علاقتها معها بصفة نهائية. استمروا على هذا الحال مدة طويلة حتى العام 2006، واللي فيها غيرجع عبد العزيز ولد فاطمة من السعودية باش يقلبوا ليه على شي بنت الناس يتزوج بها. وهنا تهاني غتكون ساقت الخبار باللي ولد اختها باغي يتزوج، وبينها وبين راسها كتقول باللي اكيد فاطمه اختها غتجي تطلب منها وحده من بناتها باش تزوجها لعبد العزيز. ولكن المفاجاه هو ان فاطمه ما خرجت هذيك الهضره ديال باغيين يزوجوا ولدها، حتى كانت خطبات ليه واحد البنت قريبه للمنطقه اللي كيسكنوا فيها واللي عطا الله عطاه. وما عرفتها تهاني حتى عيطات ليها اختها تعرض عليها تحضر لعرس ولدها، وخا كانت قاطعه الهضره بيناتهم من شحال هادي. المهم تهاني وخا كانت مفقوسه وحاقده من الدخل ديالها على هاد الفعيل اللي كدير مع اختها، ما بيناتش ليها ودارت راسها عاجبها الحال وما قادها فرحه، وقالت ليها كوني هانيه غنجي نحضر ونجيب ليه احسن كادو يفرح بيه. وقبل موعد العرس بيومين تهاني غتمشي للدار ديال اختها هي وولدها اللي كانت متفقه معاه على واحد الخطه واللي بسببها غتدمر حياه اختها وراجلها وولادها. المهم مجرد ما وصلوا للدار تهاني كانت هازه الكادو ديال العرس وولدها هاز 4 ديال المسامر اللي كان مديور فيهم السحر. بحكم ان دار فاطمه كانت كبيره بزاف ولادها خارجين وبناتها كلهم في السطح، تهاني قدرت تطلع حتى اختها لعندهم بحجه انها باغا تشوف تحضيرات العرس. وهكا ولدها قدر يبقى بوحده وربع الدار بداك المسامر كيف ما كانت موصيه همه، يعني دق المسامر في 4 ديال الركاني في الدار. ومن بعد ما حسات بولدها سالا المهمه اللي عطاتها ليه جمعت النوضه وقالت لهم سمحوا لي غنمشي هاد الساعه حتى من بعد ورجع عندكم. وخرجت في حالها، ولكن في يديها سرقات ليهم شي حاجه من الدار عاد خرجات. ولغت ليه فاطمه غتصيفط بنتها الصغيره اسماء اللي كانت في عمرها 14 سنه تدي شي سخره لاختها تهاني. وفعلا البنيته مشات واستقبلتها خالتها، والمشكله حتى هاد البنيه ما سلماتش من شر خالتها السحاره. شدتها تجلس شويه معاها ووجدت ليها كاس العصير شرباتو ليها واللي للاسف كانت دايره ليها فيه السحور. يعني تهاني وكيف كيقول المثل جمعات كل شيء حب وتبن، وعاولات تدمر ختها ولادها كاملين واخا حتى واحد فيهم ما اداها بشي حاجه خايبه، بالعكس كانوا كيحترموها وعاطينها التقار وموقرينها. المهم اسماء رجعت في حالها لدارهم، وتهاني بدات كتمارس طقوس السحر والشعوذه على العمامه ديال حسن راجل اختها فاطمه اللي كانت سرقاتها لهم من الدار نهار دات لهم الكادو ديال العرس ودقوا ليهم المسامر. ومن بعد ما دوزوا العرس بخير وعلى خير وداز مده 3 ايام، عبد العزيز والعروسه جديده عرضوا على والديه وخوته يتغداو معاهم على برا، ولكن حسن غيعتذر لهم بحجه انه كان عيان شويه مع الجرى ديال العرس، وقال لهم يخليوه غير في الدار ناعس وهما يمشيو ويستمتعوا بوقتهم. وفعلا داكشي اللي كان، خرجت الاسره كامله تغداو وتسراو مع راسهم، ضحكوا لعبوا نشطوا ورجعوا في حالهم. وبمجرد ما وصلوا لباب الجرده اللي مدورينها بالدار غيبان لهم الباب الدخلاني محلول وحتى واحد ما كاين. عياو ما يعيطوا على باهم وكيقلبوا في البيوت وما لقاوش، حتى الوقيته اللي غتخرج فاطمه للجرده تقلب عليه وتما غتلقى واحد المفاجاه، حسن طايح في الارض مغيب وفمه عواج ليه. ولادو تخلعوا عليه بزاف وداوه كيجريو به للسبيطار باش يشوفوا مالو، ولكن قبل ما يدير ليه الطبيب شي حاجه
السيد غيفيق بوحدو. داروا ليه الفحوصات والراديوات باش يعرفوا المشكل اللي خلى ليه فمو يعواج، ولكن بدون نتيجة. الفحوصات خرجت سليمة وما فيه والو. هادشي اللي خلى الطبيب يقول بأن الأسباب تقدر تكون نفسية وتعرض لشي صدمة، وعطاه شي دوايات يعاونوه يرتاح، ونصحهم باش ما يقلقوهش ويخليوه على راحته. داوه للدار وبقاو كاملين مجموعين ودايرين بباهم وهما ما فاهميش اشنو وقع ليه بالضبط، حتى جا النهار الثاني واللي غادي تبدا توقع ليهم شي احداث اللي ما يتقبلهمش العقل. عبد العزيز مشى عند باه وبدا كيسولو شنو وقع ليك البارح، شنو كنتي كدير في البلاصه اللي لقيناك فيها، وباش حسيتي قبل ما تطيح في الارض. وهنا غيجاوبو باه وغيقول ليه ملي وصلت 4 ديال العشيه بغيت نتوضى باش نصلي ومشيت نيشان للمرحاض اعزكم الله، وبمجرد ما حليت باب الطواليت شفت كلب كحل كبير ووجهه وعينيه كيخلعوا. خفت وما عرفت ما ندير، وفي الوقيته اللي كنت راجع باللور الكلب بدا كيتحرك وكان جاي جهتي، وبالخلعه سديت عليه الباب وهبطت كنجري للدار السفليه. ومع حليت الباب وخرجت للجرده كيبان لي نفس الكلب واقف وكيشوف. تلاح عليا وهذه كانت اخر حاجه شفتها وعقلت عليها حتى فقت في السبيطار. عبد العزيز وخوتو ما تيقوش هذيك الهضره اللي قال لهم باهم، وقالوا ليه راه يمكن غير توهمتي حيت كنتي عيان وما نعستيش في الايام اللي كان فيها العرس، داكشي علاش وليتي كتخايل، وقنعوه باش ينعس وما يبقاش يفكر في هاد الامور الخاويه. وفي نفس النهار الام ديال فاطمه غتجي عندها للدار حيت سمعت شنو وقع لنسيبها اللي كان عزيز عليها بزاف بكثره ما كان حنين فيها. بقات جالسه كتدي وتجيب معاه في الهضره حتى بدا كيطيح الظلام، وطلعت هي وبنتها فاطمه للسطح يتبردوا بحكم ان داك الوقيته كان الصيف والصهد بزاف. تبعتهم بنتها اسماء اللي سبق لي قلت لكم مشات عند خالتها تهاني وشربتها العصير فيه السحر، وطلبت منها ماماها تهبط للكوزينه تصايب ليهم القهوه وتطلعها ليهم. ولكن ملي اسماء غتنزل تعطلات بزاف، وهادشي اللي ما كانش من العوايد ديالها حيت كان معروف عليها بنيه نشيطه وعزيز عليها تشقى وتسخر. ملي شافتها امها تعطلات عيطات على ولدها الصغير وقالت ليه سير شوف اختك شنو كدير وعلاش مازال ما جابتش القهوه. مشى الوليد يشوفها اللي كانت عنده يلاه 7 سنين، ولكن ما تعطلش بزاف ورجع كيجري عند امو كيبكي وكيترعد وما قادرش يهضر بحال شي واحد ساد ليه فمو. فاطمه غير شافتو في داك الحاله بدات كتغوت مالك ما مالك وكتقرا عليه القران. وهنا سمعها عبد العزيز وطلع عندهم حتى هو بدا كيقرا على اخوه. ملي شافوه كيتهدن وفاطمه حيدات منها الخلعه عاد جات في بالها الدري غيكون مخلوع حيت شاف اختو اسماء واقع عليها شي حاجه. نزلات من السطح كتجري للكوزينه اللي بمجرد ما غتحط رجليها في العتبه غتبان ليها اسماء حاطه يديها على عنقها وبحال كتحاول تحيد شي يدين كيخنقوها. داك المنظر زعز عليها القلب ديالها وتلقاتها بغوته خلات كاع اللي في الدار يسمعها ويجيو كيجريو عندها. وداك الساعه عبد العزيز تلاح عليها وبقى كيتجابد معاها، وغي حيد ليها يديها من عنقها طاحت جالسه في الارض بحال كانت مقطوعه فيها النفس وعاد رجعت ليها. ملي بداو كيهضروا معاها وكيقولوا لها بسم الله عليك وشنو وقع ليك جاوباتهم وهي مخلوعه وقالت لهم ملي دخلت الكوزينه خرجت ليها مرا كبيره في السن بزاف والشكل ديال وجهها ما كانش بحال ديال بنادم، وشداتها من عنقها كتخنق فيها، وواخا كانت كتحاول تغوت باش يعتقوها الصوت ما كانش كيبغي يخرج ليها. هنا فاطمه وامها ووليداتها كلشي بقى مصدوم من الهضره اللي كتقول اسماء وما فاهمين حتى حاجه من هاد الاحداث اللي بدات كتوقع ليهم. الاب شاف كلب كحل كبير، اسماء شافت مرا كبيره وبدات كتخنق فيها، الولد الصغير الهضره ما بقاتش بغات تخرج ليه وغير بزز باش تكالم عليهم وبدا كيعاود ليهم شنو شاف. ولكن الهضره اللي غيقول ليهم كانت مختلفه كليا على الهضره اللي قالت اسماء. قال لهم الوقيته اللي كان هابط من السطح وغادي الكوزينه داز على البيت اللي كان ناعس فيه باباه وسمع صوت ديال الكلب كيلهث خارج من نفس البيت، وكي اي طفل صغير فيه الفضول حل الباب باش يشوف شنو كيدير الكلب مع باباه تما. وبمجرد ما حل الباب شاف كلب كبير لونو كحل جالس فوق صدر باباه وكي ياكل منه. وملي دار الكلب كيشوف فيه هو بالخلعه سد على باه الباب وطلع عندهم للسطح. عبد العزيز غير سمع هاد الهضره خاف على باه ومشى كيجري عنده البيت وكل شيء تابعو كيجري من وراه. وصلوا للبيت وحلوا الباب حتى كيتفاجئوا باللي باه ناعس في امان الله وما وقع عليه حتى حاجه.
يعني بكثرة ما السيد مرتاح ما سمعش حتى الغوات اللي غوتاتو مراته. قرب عنده واحد من ولادو وبدا كيعيط ليه: بابا بابا واش انت لاباس واش ما فيك والو؟ جاوبو قال ليه: ما فيا والو، غير شي حريق في معدتي شويه وغيفوتني، طفيو عليا الضو وخليوني نعس. المهم داك الليله عبد العزيز مشى لبيتو هو ومراته، وفاطمه نعسات هي وليداتها في بيت واحد حيت كانوا خايفين. والغد ليه فاقت مع 9 ديال الصباح ومشات تشوف راجلها كيف بقى. ملي حلات عليه الباب غتفاجئ باللي السيد باقي ناعس، وهادشي اللي ما كانش من العوايد ديالو، حيت مولف كيفيق بكري واخا يكون عيان ولا كاع مريض، المهم يفيق الصباح. بدات كتعيط ليه وتعاود والسيد والو ما كيردش عليها. ملي حركاتو في بلاصتو كتفاجئ فيه داير بحال الجثه. بدات كتغوت حتى كلشي فاق ونيشان داوه للسبيطار ودخلوه المستعجلات، ومباشره وراها دخلوه الانعاش حيت الحاله ديالو كانت حرجه. خرج عندهم الطبيب وبدا كيطرح شي اسئله غريبه على فاطمه، مثلا: شنو كلا راجلك البارح؟ شكون اللي طيب ليه الماكله؟ شكون اللي كلا معاه من نفس الماكله اللي كلاها؟ جاوباتو فاطمه وقالت ليه باللي اخر وجبه كلاها في الغدا كانت شوربه ديال الخضر، ومن تما ما تعشى ما عاود حط حتى شي حاجه في فمه. وهنا غيفاجئهم الطبيب بواحد الهضره اللي ما كانوش كيتسناو يسمعوها، وبالخصوص حيت حسن الحمد لله ما كان عنده حتى شي مشكل صحي. غيقول لهم باللي للاسف حسن دازوا ليه شي طريفات ديال الزاج في الماكله، واللي خلاو المعده ديالو طابت بزاف لدرجه انه ولاو فيها جراح كبار سببوا ليه في نزيف داخلي. وعاد فوق هادشي كان عنده مشكل في الكبد، وما يقدروا يديروا ليه حتى شي تدخل جراحي حيت كان عنده انخفاض حاد في ضغط الدم، وفي نفس الوقت مستحيل انه يقدر يقاوم اكثر من 24 ساعه. داكشي علاش ما عليهم غير يتسناو شي معجزه باش يقدروا يديروا ليه العمليه. ولكن للاسف الغد ليه حسن غيغادرنا لدار البقاء وغيتوفى مع 5 ديال الصباح. كلشي كان مصدوم، جيرانو، العائله ديالو، وليداتو، كلشي حزن عليه. والصدمه الكبيره هي من بعد 3 ايام ورا العزاء اسماء الحاله ديالها غترجع للور. كل نهار في الليل كتبقى تبان ليها شي حاجه واقفه قدامها وتبدا تغوت بالجهد حتى الجيران كيسمعوها. مره طيح في الارض، مره تعواج كامله، مره تبقى تخبى ورا خوتها وتقول لهم بعدوها عليا. يعني نفس المره اللي كنت قلت لكم خنقاتها المره الاولى ولات كتعاود تشوفها. هادشي اللي غادي يخلي فاطمه تدي بنتها لعند راقي معروف في الحي ديالهم، وغير بدا كيقرا عليها. اسماء بدات كتغوت بصوت ماشي ديالها. ملي سولها الراقي شكونتي جاوباتو وقالت ليه: فكني الا بغيتيني نخرج منها وبلا ما تبقى تقرا عليا وتحرقني، عاوني باش نخرج حيت ما يمكنش نخرج لراسي وانا مسلطيني عليها حتى تحماق عادي يطلقوني. المهم الراقي ملي عرف عندها المس ما كملش جلسه العلاج، واقترح على عبد العزيز وفاطمه يبقى يجي كل نهار للدار ديالهم يرقي اسماء، والنيت حتى لا كان شي سحر عندهم يتحيد. وهما بالدور ديالهم وافقوا على الاقتراح ديالو وداو اسماء للدار. والغد ليه مع 7 ديال العشيه جا عندهم الراقي وبدا معها اول جلسه ديال العلاج، واللي اسماء مسكينه كانت فيها في اسوأ حالاتها، لدرجه انها بدات كتغوت بالجهد وفي نفس الوقت اعزكم الله بدات كتستفرغ الماكله اللي كانت واكلاها ومعها شي خيوط كحلين. والريحه اللي كتخرج في داك الردان كانت خايبه بزاف ومجهده. واللي حضروا كاملين لداك الجلسه غطاو نيفهم غير باش ما يشموهاش. وما حد الراقي كيقرا عليها وهي كتزيد تركل في الارض وتغوت، حتى في الاخير غتهضر بنفس الصوت اللي هضرات به اخر مره. وقالت للراقي: الا بقيتي كتقرا علينا غنقتلوها كيف ما قتلنا ليها باها. وهادشي كامل عبد العزيز وامو جالسين حدا اسماء ومصدومين من الهضره اللي سمعوها ومكذبين ودنيهم، وطلبوا من الراقي يسولها ويعرف شكون هاد الشخص اللي حاقد عليهم وباغي يسالي معاهم كاملين وعلاش كيدير في هادشي اصلا. ولكن ملي الراقي سول الجين اللي كان في اسماء قالوا ليه سول ماماها مع من تخاصمات اخر مره وهي تقول لكم شكون. ومن وراها مباشره الراقي وقف الجلسه حتى الغد ليه هاد يكمل حيت شاف اسماء عيات بزاف. فاطمه مسكينه بداو دموعها هابطين على خدها حيت عرفات شكون هي اخر وحده تخاصمات معاها، وبمعنى اخر اول وحده واخر وحده، واللي كانت خوتها تهاني. بقى الراقي كيجي للدار كل نهار ولمده 4 ايام، وكيقولوا باللي في اي جلسه
الجن كان متلبس بأسماء وكان كيقول شي معلومات خطيرة دارتهم تهاني، بحال مثلا نهار اللي لقاو حسن طايح وفمو عواج ليه كان بسبب السحر اللي دارتو ليه تهاني في العمامة ديالو، والغد ليه كلات توكال في الماكلة اللي جابت ليه نسيبتو نهار جات تطلع ليه، واللي بطبيعة الحال ماشي هي اللي دارتو ليه، وإنما تهاني اللي كانت جات صدفة عند أمها ولقاتها موجدة الشوربة ديال الخضر الحسن وغفلاتها ولاحت فيها الزاج مطحون مخلط بشي تعاويذ مقريين عليه، وعاد زيد العصير اللي شربته أسماء عند خالتها واللي كان فيه واحد النوع من السحر كيخلي اللي شربه يبقى يشوف الجن في صفة خايبة حتى يحماق ويتسطى. المهم الراقي وصاهم باش ما يقولوا لحتى واحد باللي أسماء تشافات، باش اللي أداها ما يعاودش يفكر يجدد ليها السحر ويكتفي بقول حسبي الله ونعم الوكيل. دازت مدة سيمانة والامور غاديه مزيان، الدار مكالميه، وحتى واحد من ولاد فاطمه ما بقى كيشكي من شي حاجه، من غير اسماء اللي كانت ضعفت بزاف ونقصات في الوزن بواحد الشكل ملحوظ وديما كتشكي بالحريق في معدتها ومصارنها، حتى النهار اللي عبد العزيز غضربوا الفيقه مع الوحده ديال الليل وغيمشي للمرحاض اعزكم الله وغيدفع الباب جمد في بلاصتو بالخلعه من داكشي اللي شاف قدامه، مرا كبيره في العمر وجهها كيخلع وشعرها بيض واصل حتى لرجليها، وحداها كلب كحل عنده عينين بحال ديال بنادم. ايوا عبد العزيز داك الساعه منفعوه غير رجيلاتو، هرب وهو كيغوط لربي اللي خلقه حتى فيق مراته وامو وجداه وخوتو، يعني كل شيء فاق مخلوع، وعاود ليهم على داكشي اللي شافه وهو طايح في الارض ما قادش حتى يوقف على رجليه. امو جالسه ليه حدا راسو كتحاول تهدن فيه باش ما يبقاش مخلوع وكيترعد، ودوزو داك الليل كاملين في بيت واحد حتى واحد فيهم ما بقى قادر يتمشى في الدار بوحدو او اللي يجلس بوحديتو. الغد ليه وعلى الصباح عبد العزيز مشى عند الراقي اللي كان كيجي عندهم وعاود ليه شنو وقع ليه البارح وشنو شاف، وهنا الراقي غيعطيه الماء مقري عليه ويقول ليه يرشو في البيوت كاملين حيت باينه باقي عندهم السحر في الدار. وفعلا عبد العزيز مشى للدار ورش الماء، ومن بعد مدة ديال 3 أيام خوه الصغير اللي كنت قلت لكم شاف حتى هو كلب جالس فوق صدر باباه الله يرحمه غيمشي لواحد البيت دايرينو الخزين وكيحطوا فيه داكشي اللي ما محتاجينوش باش يهز الكرة ديالو يلعب بها مع صحابه، حتى غيسمعوا صوت الغوات ديالو بالجهد. مشاو نيشان كيجريو عنده لقاو الباب ديال بيت الخزين مسدود عليه وهو حسو مقطوع، ملي حلو عليه كيلقاوه طايح في الارض بحال ميت. بداو كيرشوا عليه الماء حتى فاق وهو مخلوع وكيدور في عينيه بحال كيشوف شي حاجه، وغير خرجوه من تما قال لهم باللي ملي دخل البيت ديال الخزين لقى فيه دري صغير وفرمشت عين داك الولد تبدل ولا حنش كحل كبير وجروا لعندو وبدا كيتلوى عليه، وهادشي اللي خلى عبد العزيز يتعصب ويبدا يغوت في الدار بحال الحمق وكيحلف ويعاود باللي غيمشي يصفيها لخالته اللي عذباتهم في حياتهم واللي حتى الوليدات ما سلموش من الشر ديالها. ولكن فاطمه مسكينه كانت كتحاول تطفي الغضب حيت عارفه اختها ملي دارت هادشي راه تقدر دير اي حاجه باش تزيد تدمرهم اكثر، وقدرات تخلي ولدها ينعل الشيطان ويبدل ساعه بخرى. وعيطات على الراقي يجي عندهم للدار، بدا كيرقي الدار كامله وفي نفس الوقت كيقلب في الحيوط وتحت الفراش، وربما تبان ليه شي حاجه ماشي هي هذيك، حتى غيبانوا ليه داك 4 المسامر اللي مدقوقين في الركاني ديال الدار. وبالمساعده ديال عبد العزيز خرجهم الراقي ودارهم في الماء ديال الرقيه، وعلى ما كان كيحسب ليهم باللي صافي السحر تفك وسالات المعاناه ديالهم. دازت سنين والقطيعه بقات مستمره بين فاطمه وتهاني، وفاطمه كان وليداتها داك الساعه كبروا وتزوجوا من غير اسماء اللي كانت بقات مسكينه مريضه وكتعاني من النحافه اللي وصلت ليها بسبب جرثومه المعده، اي حاجه كتاكلها كتحس بها ثقيله على معدتها وكتضرها وتبدا ترد هذاك الساعه، واي دواء كيعطيوه ليها الاطباء كتشربوا ولكن ما كيجيبش نتيجه، لدرجه انها مشات في طريق التداوي بالاعشاب وربما يجيو معها وتشافى ولكن بلا حتى فائده. واللي كان كيشوفها كيقول لها باللي يمكن باقي عندها التوكال، وكاين اللي كيقول فيها راه هاد الاعراض اللي فيك ديال التوكال اللي كيدار بالزاج، وهو نيت نفس التوكال اللي توفى به باها. وخا هاد المعاناه كامله في الاخير سهل عليها الله
وحتى هي تزوجات ومشات لدار راجلها اللي كان حتى هو ولد نفس المنطقة اللي كبرت فيها. وفين ما كتكون شي مناسبة أو العيد كيجي ولاد فاطمة وبناتها يتجمعوا معها في الدار اللي بقات ساكنة فيها غير هي وامها وولدها الصغير اللي حتى هو بقى كيعاني لحد الساعة من أعراض السحر. وكانوا كيوقعوا لهم المشاكل بزاف وكيتخاصموا مع بعضياتهم لدرجة ما كاينش شي عيد دوزوه بخير ومشاو لديورهم وهما على خاطرهم. وحتى من فاطمة اللي كانت مرا طيبة وصالحة ومكالمية تبدلات بزاف لدرجة أن واحد الصيف عبد العزيز ولدها غيجي هو ومراته من السعودية باش يدوزوا عندها العطلة، ومع يلاه جلسوا معها اليومين الأولى جرات عليهم بلا سبب. وهذا التصرف كانت كديرو حتى مع بقية ولادها اللي كانوا كلهم عارفين باللي الأم ديالهم ما كديرش داكشي على خاطرها، وكانت تحت تأثير السحر اللي مازال شاد فيهم كاملين. ونصحوها شحال من مرة يبيعوا داك الدار ويشريوا دار في مدينة أخرى وتبعد من حدا السحارة ديال أختها وما تلاقاهاش مازال باش تعاود تسحر ليهم، حيت كانوا كيسمعوا غير من عند الناس شي هضرة اللي كتحز في النفس. ملي تهاني كتبغي تباهى عليهم بقوة سحر التوكال اللي كانت متمكنة منه، وعاد زيد سحر التفرقة والشتات اللي كان الاختصاص ديالها، وبأنها قادة وقادرة تدمر أي واحد عاداها أو لا دارتو بين عينيها كيف ما دمرت عائلة ديال أختها فاطمة. وكتعاود لهم الطريقة كاملة اللي سحراتهم بها وعلى الحالة اللي وصلاتهم ليها باش الكليان يزيد يثيق فيها أكتر ويحط ليها فلوس صحاح باش تخدم ليهم. وللأسف تهاني كانت باعت راسها للشيطان وسمحت في الخاوة ورضا الله والوالدين على قبل الحقد والحسد والفلوس. ولكن هادشي سبحان الله ما كيدومش، حيت قبل ما تموت الأم ديالها سخطت عليها في الدنيا والآخرة ووصاتهم ما يخليوهاش تشوفها حتى يدفنوها. وما بعدات من الشعوذة حتى مشى ليها الشوف من عينيها بجوج وقلت صحتها. ولادها كاملين مشاو عايشين حياتهم وخلوها مرمية بوحدها في الدار لا حنين لا رحيم من غير الله سبحانه وتعالى اللي مازال غيوري للناس عجائب قدرته في الظالمة اللي دمرت حياة بزاف ديال الناس، ومنهم حتى اختها فاطمة اللي حاليا ما بقى حتى واحد من ولادها يقدر يمشي عندها للدار بسبب المشاكل الغراب اللي كيوقعوا ليهم فيها بمجرد ما كيحطوا فيها رجليهم. داكشي علاش داروا مع الام ديالهم تبقى هي اللي تمشي عندهم تزورهم وتجلس عند كل واحد منهم شويه باش هكا يتفادوا ويمشيوا لدار باهم الله يرحمه. وهنا غنكون وصلنا لاخر ديال الفيديو اللي اكيد فيه استفاده وعبره كبيره لاي واحد كيثيق في الناس بزاف واللي عطاه شي حاجه كيشدها ياكلها ويشربها ويقول بسم الله، حيت شحال من واحد مشى ضحيه النيه ديالو من اقرب المقربين ليه كيضحكوا ليه في وجهه وهما قلبهم عامر وما عالم به غير الله. المهم ما تنسوش خليوا لي الرأي ديالكم في التعاليق وتشجعوني بلايك باش نزيد نعطي اكثر. وبالنسبه للناس اللي اول مره غيشوفوا القناه ديالي وبطبيعه الحال الا عجبكم المحتوى اللي كندير ما تنسوش تشتركوا عندي وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وبلا ما نطول عليكم نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.